هل بقالك كتير حاسه ان انتي واقفه مكانك وعندك ارج كده ان انتي تغيري اليوم بتاعك، ما يبقاش كل يوم شبه اليوم اللي قبله وما بتعمليش اي حاجه في يومك، كل حاجه بتفكري فيها وبتحلمي بيها مش عارفه تقومي تعمليها، مش عارفه ليه، مش عارفه، بس مش عارفه ان انتي تخرجي من الزون بتاعه الكسل دي؟ انتي محظوظه النهارده عشان انا نيره يور ديجيتال فيري، وهقولك على وصفتي السحريه في انك تخرجي من الكسل باسهل وامتع طريقه ممكنه. والفيديو مش هيبقى طويل، هخلص بسرعه عشان بجد هي دي الخلاصه. فاهلا، دي نيري تيل، ركن على الانترنت انا عايشه فيه بقالي 600 مليون سنه، وبقولك فيه كل وصفاتي السحريه اللي هتخلي حياتك احسن. فويلكم تو نيري تيل. قبل التخرج انا كنت ضاغطه على نفسي جدا ان انا محتاجه الاقي شغل، محتاجه اعرف انا عايش فين، محتاجه حاجات كتير قوي. في الكونتكست انا مصريه عايشه في امريكا وجيت هنا للجامعه، وبعد كده وقت التخرج ما كنتش عارفه هعمل ايه في حياتي. في الوقت ده انا كنت بضغط على نفسي جدا لان كان في حاجات كتير بتحصل في حياتي الشخصيه، وكمان كنت محتاجه ان انا الاقي شغل، وكنت مش عارفه هلاقي الشغل ده فين، هعيش في دولة ايه. وكنت حرفيا بقضي كل ايامي بقدم على الشغل، بحاول ان انا اتخرج، احضر الكلاسز بتاعتي، اعمل مشروع التخرج بتاعي، وكل حاجه كانت فوق دماغي. لحد تاني على انستجرام وتيك توك عارفين قد ايه التخرج ده كانت لحظه ايموشنال بالنسبه لي، بس غير انها كانت لحظه ايموشنال عشان اهميتها في حياتي وانها مايلستون. عارفين انا بحب اعيش المايلستونز بتاعتي كلها، بس لا كمان عشان انا ما كنتش عارفه انا بعمل ايه وهعمل ايه، يعني ما كانش في اي سيرتينتي في حياتي، ما كنتش عارفه انا هعمل ايه. فالمهم في الوقت ده انا فعلا كنت يعني حماره شغل، اللي هو انا بقدم على شغل بقدم على شغل بقدم على شغل، ومش طالبه من نفسي اكتر من التاسك الواحد ده اللي هو ان انا اقدم على شغل. مش طالبه ان انا اهتم بصحتي، اعمل معرفش ايه، بس كنت بعمل الاساسيات اللي هتخليني اعرف اقدم على شغل، زي ان انا انام كويس، اكل كويس نوعا ما، اتمشى، الحاجات اللي هي هتخليني عندي طاقه اصلا ان انا اقدم على شغل بس عشان اقدم على شغل. المهم الحمد لله اتقبلت في الشغل وخدت اجازه كده، بس كنت حاسه ان انا اكتر من ان انا اكون بستمتع، لا انا حرفيا بس برتاح، انا فعلا بس بستوعب اللي حصل. بعد كده دخلت في فتره تانية، هو انا بدات الشغل الجديد وبدات استقر، ودلوقتي بقى انا عايزه اعمل حاجات اكتر، ممكن اركز على صحتي اكتر شويه، بس انا لسه بتعود على الشغل. وبعد كده المرحله المهمه اللي هنتكلم عليها هي ان انا دخلت في فيس كده اللي هو بجد الايام كلها شبه بعض، وانا بس بروح الشغل برجع ما اعرفش انا بعمل ايه. اكيد بعمل حاجات بس مش حاسه ان انا بمشي لقدام في اي حاجه، وانا مش مؤمنه خالص ان ده بسبب ان انا كسوله. اولا لاني ما بحبش احط على نفسي يعني كلمه سلبيه كده توصفني للابد، انا مش هذا النوع من الاشخاص. والحاجه التانية ان ما اعتقدش ان الكسل هيشرح اكشلي اللي حاصل، يعني اللي حاصل مش بس كسل، الموضوع مش سطحي للدرجه دي، وفي حاجات كتير قوي مش موجوده خلياني ستك في نفس المكان، فانا محتاجه احطهم في حياتي تاني. خلوني احكي لكم خلاصه تجاربي علشان ما تحتاجوش انكم تعيدوا السايكل دي تاني. اول حاجه هو اني افهم كويس قوي انا عايزه ايه اصلا، يعني انا ساعات ببقى عايزه اغير، بس اللي هو انا فعلا مش عايزه افضل في نفس المكان، عايزه ابقى بتقدم في حياتي. طب ازاي؟ يعني ايه الحاجه اللي انت عايزاها اصلا؟ لازم ابقى كلير قوي ايه الحاجه اللي انا عايزاها وايه الحاجات اللي ممكن احققها في الفتره الجايه. فانا بحب التدريب ده قوي، هو ان انا بقعد اجورنال او ادون على نيره المستقبليه هتكون عامله ازاي، بتاكل ايه، بتخرج فين، بتعمل ايه، بتتكلم ازاي، بتلبس ازاي، كل حاجه تخليني اتخيلها بالظبط واشوف هي يومها عامل ازاي، بتشتغل فين. وده بيخليني فاهمه اكتر على الحاجات اللي عايزه اعملها من غير ما اسال نفسي اديني لستة اهداف. لا ده بالنسبه لي مش سهل، انا اسهل بالنسبه لي ان انا اعيش الحاجه اللي انا عايزاها الاول، وبعد كده افكر منها اكيد انا هبقى محتاجه شغل مثلا يكون شكله عامل كذا 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 بيزد اون الاحساس اللي انا فكرت فيه. وده ممكن تكون طريقه مش متعارف عليها قوي بس بجد تفرق جدا. وانا قريت انه بيبقى يعني الطريقه المتعارف عليها بتنفع مع الرجاله اكتر من البنات، انهم يقولوا مثلا عايزين مثلا $1,000,000 في السنه، عايزين رقم معين في مده معينه، ارقام ارقام ارقام. بس فكره انك تعيش اكشلي اكسبيرينس بتاعت ان انت تحقق اهدافك، تشوف عايز تكون بتحس ازاي وبتعمل ايه، ده ابروتش بينفع مع البنات اكتر. ما اعرفش بس هو بينفع معايا. وعشان اكون واضحه طبعا بحط ارقام، يعني هتلاقوني حاطه ارقام عادي جدا، بس دايما ببدا بان انا افهم انا عايزه ايه الاول. تاني حاجه وانت تبداي تبني سيستمز لنفسك، لو حد مش فاهم انا بقول ايه او مش فاهم يعني ايه سيستمز، ممكن يشوف الفيديو اللي انا عملته عن الحاجات الاساسيه اللي هركز عليها في 2025، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. بس عشان اديكم مثال، يعني السيستم ده ممكن يكون فيه عادات معينه انا عايزه اركز عليها السنه دي، ومتابعه المشاريع اللي انا حاليا بشتغل عليها. تالت خطوه هي حاجه نفعت معايا جدا، وهي انك تحط بير مينيمم وماكسيمم تشالنج. الحاجه دي انا جمعتها من ابروتشز مختلفه، بس هي بتشتغل انك تفكر ايه اقل حاجه ممكن اعملها في الاسبوع ده. مثلا انا اقل حاجه اني اعمل فيديو واحد في الاسبوع، وماكسيمم تشالنج هو اني اعمل
3 فيديوز في الاسبوع. انا من نوع الاشخاص اللي بتشجع قوي لما يكون في حاجه عاليه انا بسعى ليها، مش تكون حاجه وخلاص، وانا عارفه ان ده بيسبب لي مشاكل لما اتحمس قوي او ازق على نفسي جامد وبعد كده ابدا احس بالذنب لما مش كل اسبوع اقدر اوصل للحاجه دي طبيعي. فبالنسبه لي ده بالانس حلو قوي، بين مينيمم والماكسيمم تشالنج بيخلوني مش حاسه بالذنب لو انا ما وصلتش للماكسيمم، وبيخليني عارفه ان انا حاطه حاجه صغيره قوي على الاقل بعملها في الاسبوع، بس في نفس الوقت عندي حاجه تشجعني لو انا عايزه اعمل حاجات اكتر. رابع حاجه هو انك تبلوك السوشيال ميديا بتاعتك. مش معنى كده ان انت مش تفتح السوشيال ميديا خالص، لا، قصدي بلوك الوقت الزياده اللي هتقعد فيها السوشيال ميديا. يعني مثلا انا عايزه اقعد بالكتير قوي ساعه على السوشيال ميديا مثلا يعني في اليوم، فبتنزل ابلكيشن، في ابلكيشنز كتير للموضوع ده. ابلكيشن منهم اسمه اوبال، ده اللي انا بستخدمه، وهو بيخليك تتحكم اكتر في استخدامك للسوشيال ميديا. ليه بقى بقول الحته دي؟ لان يا جماعه بجد في الفتره اللي احنا فيها بنكون مش عارفين نخرج من زون الكسل دي، لو احنا هنسميها زون الكسل، بيكون في حاجه مهمه قوي حصلت، هو ان ما بقاش في حاجات كتير قوي بتزقنا، وفي نفس الوقت بقى متع اكتر كتير متاحه لينا. يعني مثلا انا بقيت مش محتاجه ان انا اشتغل 24 ساعه على التقديم على الشغل وان انا اتخرج وان انا اعمل حاجات كتير، بقيت محتاجه بس اشتغل مثلا 8 ساعات في اليوم وخلاص. فبقى عندي متع كتير قوي متاحه، دي حاجه حلوه، بس لما تلاقيها المتعه اللي هي اللحظيه قوي دي، زي مثلا ان انا اشوف فيلم او ان انا اقعد اتفرج على مسلسل، حاجه يعني مش حاجه وحشه، انا بحب المتعه دي، بس ده نوع واحد من المتعه. في متعه تانية زي مثلا الهوايات، في حاجات تانية هنتكلم عنها اكتر، بس يعني المتعه بتاعت السوشيال ميديا والافلام والمسلسلات وكده، دي حاجه بتخليك حرفيا كده، اللي هو لو زادت عن حدها فعلا مشكله كبيره. وبغض النظر عن مشاكلها، هي بس عايزاكم تفهموا سيكولوجية الموضوع، هو ان فعلا الانسان بيحتاج يصوم عن المتعة دي. فحاجة من الحاجات اللي بعملها مع نفسي غير اني بلوك السوشيال ميديا، هو اني بحاول ان انا اخر المتعة دي عن نفسي. يعني مثلا اقول لنفسي مش هتفرج على المسلسل غير وانا باكل، او مش هتفرج على المسلسل غير وانا بطبق الهدوم، حاجة معينة مثلا انا حطاها في اليوم. اعمل ليميتس لنفسي من غير ما حاجة تعمل لي ليميتس. او مثلا انا لازم ان انا اغسل سناني قبل ما انام، بس انا مكسله قوي، عايزه انام مش عايزه اغسل سناني، لا، محتاجه ازق نفسي ان انا اغسل سناني. قول لنفسك لا شويه. اتمنى تكونوا فاهميني، لان المتعه المتاحه طول الوقت دي مصيبه. نسيت اقول لكم لو عجبكم الفيديو ده بليز قولوا لي انكم تعملوا سبسكرايب وتعملوا كومنت عشان انا اشوف الكومنتس كلها. ندخل بقى في الحته الحلوه من الفيديو. اول حته من الفيديو دي كانت الزرع اللي احنا بنزرعه، والحته اللي جايه دي هي الوردات اللي هنحطها على الزرع. فركزوا معايا في 3 حاجات بسيطه انا متاكده انهم هيفرقوا معاكم. اول واحده ان يبقى عندكم مصدر الهام في اليوم، يعني مثلا تقروا كتاب، تسمعوا بودكاست، ودي مش حاجه محتاجه تكون زياده على يومكم. انا ساعات مثلا بعمل مواعين بسمع بودكاست، بتفرج على فيديو اليوتيوب وانا بعمل حاجه تانية، بتمشى المكان او في المواصلات بسمع كتاب. الحاجه دي ممكن ما تاخدش من وقتكم خالص، بس احنا في الوقت ده محتاجين لمصدر للالهام، محتاجين ان احنا نسمع لحد تاني بيتكلم عن تجاربه في حاجه معينه، او عن حاجات بتخلينا تزقنا اكتر ان احنا نعمل حاجات. طبعا كل شخص مختلف، بس انا بالنسبه لي الحاجه اللي بتشجعني اني بكون بسمع افكار ناس وبسمع تجاربهم، ناس ما سابوش الحياه تعدي كده وخلاص، عملوا فيها حاجه، بحس ان انا بتشجع ان انا كمان ابدا اعمل حاجات. تاني حاجة في الجزء ده، على نفس المنوال ابدأوا تعرفوا على ناس جديدة، اشتركوا في حاجات تخليكم تتعرفوا على ناس، زي مثلا لعبوا رياضة مرة في الأسبوع تعرفوا على الناس اللي هناك، أو شوفوا نشاطات معينة ممكن تعملوها تتعرفوا على ناس هناك. لأن في العصر ده ما بقيناش نقابل قوي الناس وما بقيناش نتعامل معاهم قوي في حاجات، بالذات بعد التخرج. يعني كنا في جامعة وفي المدرسة دايما عندنا أصحابنا جنبنا، حتى لو صحابنا مش جنبنا هيبقى دايما في حاجة بتجمعنا ببني آدمين. فبعد التخرج محتاجين احنا اللي نحط مجهود عشان نحصل على الحاجة دي. أنا مثلا بتفرق معايا ان انا لو السنة اللي فاتت دي ما عملتش اي حاجة من اللي انا كنت عايزة اعملها، بحس وانا بتعرف على الناس هيعرفوني احسن بكتير لو عرفوا الحاجات اللي انا بفكر فيها وعايزه اعملها. بس طول ما هي مش في الحقيقه موجوده، انا مش عارفه اتكلم عليها، اكيد اعرف، بس يعني قصدي مش عارفه ان انا اعرف نفسي بيها، وانا كنت هحب اني اعرف نفسي بيها. ده جزء من الحاجات اللي بتخليني مبسوطه اني اتعرف على ناس جديده. وفي حاجات تانية طبعا كتير يعني، واهم حاجه انك تبدا تشتغل على علاقتك بربنا، ولو انعم علينا بان احنا نبقى قريبين منه، دي حاجه كبيره قوي. ماذا بعد؟ ده الجزء اللي بقول فيه حاجه صغيره قوي ممكن تعملوها بعد الفيديو ده على طول. الحاجه الصغيره قوي دي بالنسبه لي هتبقى ان انتوا تحطوا مصدر الهام في يومكم، زي انكم وانتوا بتعملوا حاجه تكونوا بتسمعوا كتاب او بتسمعوا بودكاست او بتسمعوا فيديو يوتيوب زي ده. يا ريت تقولوا لي تجاربكم في الكومنتس، عشان في الفيديو الجاي ان شاء الله هختار اكتر تجارب ملهمه عشان اشاركها مع باقي الناس. ان شاء الله ربنا يهديكم الثواب على مشاركتكم لتجربتكم. بس كده، stay رائعين.